السلام عليكم. معكم عادل العيون، أحد أبناء مدينة سلا، غيور على مدينة سلا. بحكم أنني ابن المنطقة كنشوف بزاف ديال الاوضاع اللي كتضر في الخاطر وكتحز كابن مدينه سلا، وبالخصوص منطقه سيدي موسى اللي منطقه اللي عندها واحد النسبه كبيره ديال السكان، وحنا في واحد المدينه مليونيه اللي بالخصوص هذا الساحل الشريط الساحلي اللي كيفتقد بزاف ديال كيفتقر بزاف ديال المعايير ديال السلامه وديال النظافه وديال الامان. بحكم حنا عندنا في الشريط كما كتشوفوا معايا، هذا الشريط هذا الساحلي للمشاة، عندنا الدراجات تيجيو بطريقه جنونيه كما كتشوفوها، واحد جاي بطريقه جنونيه، وبزاف الاطفال هنا كانوا ضربوهم ماطر. هذه نقطه. النقطه الثانيه عندنا غياب النظافه في الشريط الساحلي. بصراحه الازبال كترمى هنايا. ثاني حاجه عندنا ما كاينش حواجز الامان على الخط ديال البحر اللي كيشكل خطوره على المواطن. هادو من الحوايج. وثاني حاجه اللي مهمه هي التنميه في مدينه سلا ما خداتش حقها في غياب البرلمانيين او المسؤولين على هذه المنطقه هذه. لا بصراحه لا. وخير دليل انت كتصور، انت كتشوف، انت تشوف وتتصور، كتشوف الازبال، كتشوف مال الماطر. ماشي نعاودو نكرروا. بصراحه منطقه سلا ولا منطقه سيدي موسى ولا نقولوا مدينه سلا اون جينيرال ما خداش حقها في التنميه. بزاف د الحوايج فين حقها؟ وراكم عارفين فين مشاو. راه كان ذكر سيدنا الله يشافي طول عمره اين الثروه. راه الثروه فين كتمشي كيضربوها في جيابهم. حنا ما بغيناش نفتحوا قوس، ولكن راه صراحه هادشي اللي كاين. كيخرج واحد البيدجي كبير للتنميه والنظافه وتنميه الشباب، وتجي تشوف تلقى الشباب اغلبيه، ما نقولوش نعمموا، مي اغلبيه الشباب كيفتقدوا التنميه وغير المخدرات. راه بؤر كثير هاد المخدرات في سلا اون جينيرال، بحكم انهم عطاوها انها نقطه سوداء. يعني سلا مدينه سوداء، مدينه الاجرام، مع العلم ان الاجرام كاين في جميع المدن، ولكن هنا زايد شويه. خصوص الشركات، كاين شركات بالشكل الكافي باش يخدموا السلاويين؟ مدينه سلا كتفتقد المعامل والشركات. مع الله عندنا هنا سلا نقدر نقول لك عندنا الميناء، المرسى، عندنا سوق الخضار والفواكه، والشركات راه لا عندك تكنوبوليس كيخدموا ابناء المنطقه سلا جديده. اما ابناء المنطقه سلا، المدينه، سيدي موسى، حي الرحمه، حتى المعامل اللي كانوا ديال المصانع ديال الخياطه اغلبيه ديالهم سدوا. يعني البطاله عندنا مرتفعه هنا في مدينه سلا، مهمشه، وضعيه الشباب يرثى لها الجبين. المجال السياحي كيفاش داير؟ هنا عندنا السياح كيهبطوا بزاف، بحكم مدينه سلا مدينه تاريخيه، مدينه عندها تاريخ، مدينه عندها تاريخ، مدينه الاولياء، مدينه الابواب. ولكن ابناء المنطقه ما مستافدينش من هذا الشيء اللي عندنا، ملي تتزخر به هذه المدينه هذه. حنا دابا حنا في ابواب فصل الصيف، يعني راكم عارفين يدخلوا عندنا البراني في كوب دافريك قريب، يعني عندنا بزاف ديال التظاهرات، يدخلوا عندنا لي زيترونجي، يدخلوا عندنا اللي كيحبونا واللي كيعاديونا، يعني يدخلوا عندنا بزاف الناس. ولكن كنشوفوا حنايا باقي الوضع كيف ما هو. التنميه في مدينه سلا هي انتم تتشوفوا باقي الواجهه، الشريط الساحلي ديال مدينه سلا، لا كورنيس سيدي موسى، ها هو الغياب النظافه. مال الماطر نعاودوا نكروها، هادشي اللي كنعانيو منه. عندنا واحد الشريط الساحلي كيمثل الخطر، كتطيحوا فيه الناس وصحاب تيتمرنوا، كيجي يجريو كيديهم الريح كيطيحوا، يعني كيشكل خطوره على المواطن. المزاره هي كاينه حبر على ورق، اللي سدات عندكم حبر على ورق. مزاره هي هنايا هي لقدام القرنه، حبر على ورق، راه هي باقه. والازبال والاوساخ، يعني هذا الشيء ماشي اجي نقولوا حنا يضربوا يجي يصوروا. شوف حنا ما كنبخسوا والو، ما كتكونش حاجه زوينه تنقولوها، مي الحقيقه. برامج انتخابيه طبقات؟ لا 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 لا، نعاود نقولها لا. كاع داكشي اللي وعدونا به الشباب يخدم، عاد شفنا البطاله كثرات، عاد شفنا المخدرات كثرات، عاد شفنا شنو نقول لكم، كاع داكشي اللي وعدونا به ما كاينش. من نهار جات الحكومه تتواعد برامج درناه فعلناه تركناه كذا، ولكن على ارض الواقع ما كاين والو.
ما كاين والو، عاد تفقر الشعب، المعيشه غلات، وكذلك هادشي على يعني كيرجع على الشباب، على المواطن، ما كاينش، ما تزادينا والو، نقصنا. انا نغادر البلاد ماشي نغادر المدينه، نسمحوا لهم في الجمل وما جمل. ملي كتسمع بحال هكا كيزيدوا يخليو يحقدوا. سيدنا داير اكثر من جهده، سيدنا تيطور البلاد. السي الحموشي الله يطول عمره الله يرضي عليه كيخدم. سي بوريطه كذلك، كاينين مسؤولين، سي القجع كذلك، كاين شي مسؤولين كيديروا خدمتهم، ولكن كاينين شي برلمانيين وشي مسؤولين كاين اللي تيخدم، وكاين اللي كيبني، وكاين اللي كيريب، الله يشوف من حال مدينه سلا ومن سكان مدينه سلا، والله يشافي سيدنا.